زوينه دوزتها في الصغر نتاعي، هي سلسله البعد الاخر. هاد السلسله هادي كان في الصغر تجيني واحد الخلعه اللي تفرجت فيها بزاف لدرجه كنت قاعد الوالد والوالده وخوتي وتجيني الخلعه واحد ودوزيام كنت نجيبها في الليل باش نتعمدها باش تخلع انت، وكنت نتفرج فيها وكانت تعجبني. فهاد السنين الاخرى قلبت عليها في اليوتيوب وعمرني لقيتها، ولكن هاد الايامات لاحظ المخرج نتاع السلاسل كلهم تلوح حلقه في اليوتيوب وتفرج فيهم كلهم معاه في لاشين نتاعته وطلب في هاد التحدي هذا اللي نهضروا على السلسله كي جاتكم وكذا. هاد السلسله كانت واحد السلسله واعره، واحد الحاجه زوينه اللي دوزات هاد شكرا. السلام عليكم، تبارك الله عليكم. انا جيت اليوم باش نهضر على المسلسل ديال البعد الاخر، المسلسل اللي تربى معنا منذ الصغر، المسلسل اللي غنى التلفازه المغربيه وزاد وضع واحد البعد اخر. فعلا مسلسل فريد من نوعه، وفعلا مسلسل خصو يحصل على جوائز كبيره. ذاك المسلسل نحن نطمح مجددا ان نراه في التلفازه المغربيه، كان ونيسا لنا وكان رافقا لنا في الصغر. كنحيي الطاقم كامل، لا من الممثلين لا من جنود الخفاء على العمل ديالهم. تبارك الله عليكم. السلام عليكم، كي داير اخوتي؟ مزيان، الامور هانيه. اول حاجه جيت نهضر على هذه سلسله الرعب البعد الاخر، وكنبغي نشكر بزاف كنبغي نشكر محمد الكغاط المخرج ديال السلسله هذه، اللي بصراحه تفكرنا في الايامات الصغار اللي كنا حنا كنتفرجوا في هذه السلسله هذه البعد الاخر، وما كنتش اصلا كاع تنزقل حتى شي حلقه في هذه السلسله هذه. اللي تفكرنا صراحه كانت هذه السلسله هذه كانت من احسن السلسلات اللي دازوا في التاريخ. وكنبغي نشكر الممثلين اللي اداو هاد الادوار هذه كامله اللي مثلوا في سلسله البعد الاخر، وبصراحه كانوا اداو الادوار ديالهم بشكل زوين. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. معكم حاجب من مدينه وجده، 25 عام. كنت شفت واحد القناه كتقول لكم ديال المخرج براده اللي كتعرض لنا المسلسل ديال البعد الاخر. كان قال لنا ودي تحدثوا لي على يعني داك الوقت كيفاش كنتو كتفرجوا لحد الان. دابا كما قلت لكم عندي 25 عام، كنعقل كنت تفرجت في هذاك المسلسل كان في عمري تقريبا 12 عام، وفي 2000 الى ما باقي عقل ديالي يعني كاين فعني في 2007. علما في ذاك الوقت يعني ما كانش النميرك، واخا كان يعني كان بواحد الثمن اللي هو غالي، والاغلبيه نتاعنا حنا كانوا تقريبا الاغلبيه كانوا كيتفرجوا يا في لانتير يا في DVD يعني، وحتى بقنوات يعني لانتير كنا نستقطبوا قنوات الارضيه يعني اللي هي القناه الثانيه والقناه الاولى. والحمد لله يعني ذكريات رجعناها، والشكر الخاص للمخرج ديالنا، وشكرا لك، تحياتي. السلام عليكم اخي محمد، بس عليك شكرا بزاف على هذه السلسله، رجعتنا سنوات للوراء. شكرا لجميع الممثلين المشاركين في هذا العمل. كنتمنى دير لنا الجزء الثاني يتعرض ان شاء الله في رمضان 2021 ان شاء الله يا ربي، يبعد لنا الوباء. شكرا بزاف، مسيره موفقه. واش الدراري، السلام عليكم. معكم انس من مدينه تطوان، جيت نشارك معكم اليوم القصه ديالي مع البعد الاخر، فيلم ديال اسمه محمد الكغاط. الصراحه الفيلم ديال البعد الاخر يعني عندنا معاه تاريخ وعندنا معاه قصص، يعني ملي كنا صغار كنا كنتفرجوا ليه ودوزنا اوقات زوينه مع هذا الفيلم هذا الصراحه. وكنعقل باقي كنعقل على الذكريات ديالي انا والاخ ديالي الصغير، كنا كنتفرجوا على الفيلم هذا بالليل، وكنا كنحسوا بواحد الخلعه يعني اللي ما كتصورش. يعني الصراحه فرحانين ملي سي محمد الكغاط دار هذا البادره ولا حنا هاد الفيديوهات هادو في يوتيوب. عاوتاني حيا فينا هاد الروح الماضيه يعني، ويعني فرحانين يعني، وكنتمناو شي جديد يعني اذا كان شي افلام جداد من هذا النوع هذا ان شاء الله الرحمن الرحيم. شكرا بزاف لكم، شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم سي محمد، كنشكرك الشكر الجزيل انك فكرتينا في واحد الذكريات اللي زوينه ديال الطفوله ديالنا مع هاد السلسله ديال البعد الاخر
هذه هي سلسلة كانت زوينة، وشخصيا كنت كنقلب على الحلقات ديال لواحد الدرجة كبيرة. راه للاسف ما كنتش كنلقاهم، لكن في هاد 3 الاشهر الاخيره حطيتي تقريبا لحد الان تقريبا 15 حلقه. وكنطلبوا منك باعتبارك المخرج والمنتج ديال السلسله انك تحط لنا ان شاء الله الجزء الثاني للسلسله. وهاد السلسله هذه ديال البعد الاخر اللي بشحال هادي حنا كنقلبوا عليها باش نتذكروها، باش نتفرجوا فيها. ومزيان هذا ملي تفكرنا المخرج محمد الكغات، اللي تفكرنا المغرب، اللي تفكر باش يلوح الحلقات ديالو فلاشين ديال المسلسل البعد الاخر، وكتبقى احسن سلسله دازت في التاريخ. وصراحه من احسن السلسلات اللي دازوا في التاريخ هي سلسله البعد الاخر. السلام عليكم. الفيديو هذا بغيت نديرو على قبل السلسله ديال البعد الاخر اللي كانت دازت شحال هذه في التلفازه المغربيه، وكنتمنى تكون شي سلسله بحال البعد الاخر ولا الجزء الثاني من هذه السلسله، حيت سلسله من احسن المسلسلات، من احسن السلسلات المغربيه. وشكرا، الله يعاونكم.